كان في راجل بيبيع سندوتشات فول معدي عليه وانا رايح الشغل. كنت اعدي عليه كل يوم اقف معاه شوية وبعدين اشتري سندوتشات علشان افطر. الراجل ده علمني درس مهم جدا للعمر. لما كنت اسأله ازيك النهاردة يقول لي في نعمة الستر. استغربت من الإجابة وسألته ليه الستر تحديدا؟ قال لي لأني مستور من كله. ستر ايه يا حاج؟ ده انت البروفر بتاعك مترجع من كل ناحية. فلما حس بغبائي قال لي الستر ده نور. لما تكون مريض بس قادر تمشي على رجلك ده ستر من مذلة المرض. لما جيبك يكون في جنيه يكفيك تنام متعشي حتى لو عيش حاف ده ستر من مذلة الجوع. لما تملك ملابس تحميك من البرد حتى لو مرجعت ده ستر من مذلة البرد. لو قادر تضحك وانت حزين لأي سبب ده ستر من مذلة الكسرة. لو ما تقدر تتصل في أي وقت بأهلك تطمنهم عليك وتطمن عليهم ده ستر من مذلة الوحدة. لما تكون عندك أي وظيفة حتى لو بياع فول زي حالاتي بس ما تمدش إيدك لحد ده ستر من مذلة السؤال. لما يكون أبوك ربنا مبارك في صحته ومكفي بيته ده ستر من مذلة القهر. لما يكون عندك زوجة بنت حلال وشايلة الهم ومعاك ده ستر من مذلة كسرة الراجل قدام مراته. الستر يا ابني مش ستر فلوس، الستر ستر نفوس. تذكر انك تملك نعم بيتمناها ملايين البشر، انها نعمة الستر. اللهم استرنا بسترك الجميل. تعبك ووجعك يذبحني معاش ولا كان